وفقا للتقارير، في 21 من يونيو ألغت الحكومة الصينية درسا للبروفيسور الأمريكي ما يونغ شين في جامعة جينان في كوانزو حول إسلامية الصين، وتسببت له بمشاكل مما أدى إلى سحب الجنسية الصينية منه. في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، يتم احتجاز أكثر من 1.5 مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة الأخرى في سجون يطلق عليها مراكز التدريب والتعليم الثقافي. ووفقا لآخر الأخبار تم احتجاز 3452 من الإيغور في قرية في محافظة هوتان في سجون مراكز التدريب والتعليم الثقافي، ويتم وضع أعداد كبيرة داخل السجون أكثر من القدرة الاستيعابية للسجن، ويتم محاكمة الأشخاص دون السماح بالاستماع للمحاكمة. وفقا لآخر أخبار الإيغور لحقوق الإنسان، خلال مهرجان قوارب التنين الصيني رفض 40 شخصا على الأقل من الإيغور في شينجيانغ منطقة هوتان وكاشغار وأكسو الذهاب إلى مهرجان قوارب التنين والمشاركة في الاحتفالات، وتم احتجازهم في مراكز التدريب والتعليم الثقافي. بالإضافة إلى ذلك في مقاطعة أوتاي في إكسو ومقاطعة شولي في كاشغار ومقاطعة مويو في هيتان تم تغريم أكثر من 100 أسرة ما بين 50 إلى 1000 يوان من قبل الحكومة المحلية لرفضهم تناول الطعام الصيني. وكان هؤلاء الأشخاص أيضا مطالبين بكتابة وتوقيع ضمان الاحتفال بمهرجان قوارب التنين في كل عام وعدم التدخل في أنشطة غير قانونية. وقام ديليشياتي بتوجيه اللوم إلى السلطات الصينية لتنفيذ عمليات الاستيعاب العرقي ومحاولة إلغاء العادات الإسلامية. منذ البدء بتطبيق اللوائح المتعلقة بالشؤون الدينية المتخذة حديثا للحزب الشيوعي الصيني في فبراير 2018 تصاعدت وتيرة اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للإيغور، ويتعرض المسلمون في منطقة إيلي كازاك المتمتعة بالحكم الذاتي بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين لكارثة غير مسبوقة، بحيث تم غسل دماغ كثير من الناس. فالرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما هم محور عمليات غسل الدماغ، وتم القبض على الذكور الذين تجاوزوا سن 30 مما ترك القرويين في حالة من الذعر. يحتل الغزاة الصينيون منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، ولا تزال عادات الإيغور الثقافية مستمرة. لهذا قامت الحكومة الشيوعية الصينية بمنع المسلمين من شراء الأكفان، ومنعوا من الصيام خلال شهر رمضان، وطالبت بإحراق جثث المسلمين. ووفقا لآخر الأخبار أصدرت الحكومة المحلية لأورموتشي لوائح جديدة بمنع المسلمين من شراء القبور، بحيث تقوم الحكومة الصينية بمحاولة القضاء بشكل نهائي على الإيغور، وتقوم بذلك خطوة خطوة. قامت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانا ترامب برحلة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للقيام بجولة في ملجأ للأطفال المهاجرين، وقد ارتدت سترة كتب عليها "أنا حقا لا أهتم، فهل أنت تهتم?" على نمط الكتابة على الجدران، مما أثار اهتمام الصحافة. وتعقيبا على ذلك نفت المتحدثة باسم ميلانا ترامب ستيفاني غريشام وجود أي رسالة خفية لهذه العبارة، وأنها سترة عادية. دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إدارة ترامب الأمريكية إلى الإصلاح الكامل لسياسة الهجرة الخاصة بها بطريقة غير الاحتجاز، وأنه لا يجوز أبدا احتجاز الأطفال بسبب هجرة والديهم، ويجب إيقاف قرار فصل الأطفال المهاجرين عن والديهم، وأن هذا لا يساعد آلاف الأطفال الذين تم سجنهم بالفعل، ويجب الإفراج عنهم ولم شملهم بأسرهم.